من كل قلبي كان نفسي يكون في مادة بندرسها في الجامعة اسمها life after graduation، أو ماذا يحدث بعد التخرج. أسموها زي ما تسموها، في الأغلب كانت حياتنا هتتحسن حتى لو كانت 2%. 2% معلومتين بس نطلع بيهم بدل التلطيش اللي بنتلطشه بعد الجامعة. ما تيجوا نشرب حاجة. وبدل 3/4 المواد اللي درسناها من وجهة نظري اللي تندرج تحت كاتيجوري العلم الذي لا ينفع، من وجهة نظري الشخصية، يعني مش لازم حد ياخد كلامي قوي. لكن مادة لايف افتر جراديويشن دي الحياة هي اللي بتعلمها لنا، وبيطلع ناس زيي وشبهي كده يبتدوا يتكلموا عن الاكسبيرينس بتاعتها، و I think it's the beauty of it. لا لا، الفكرة ان انا عندي 30 سنة دلوقتي، فانا بتكلم اصلا بعد تخرجي ب 8 سنين، 8 سنين و7 سنين حاجه كده. انا اتخرجت في 2019، يعني قولوا 7 سنين. anyways، طيب انا هتكلم بالنسبه لي وفي العموم، يعني كبيرسونال اكسبيرينس والعموم. المفروض يعني التخرج بتبقى لحظه من اللحظات الكبيره جدا. لبعض الناس بتبقى لحظه very يعني مخيفه جدا، ولبعض الناس بتبقى لحظه مرحه جدا، ولبعض الناس بتبقى لحظه اللي هو اخيرا relieving جدا، ولبعض الناس بتبقى لحظة حزينة ولحظة سعيدة. بتبقى لحظة مختلفة بجد. أنا عامة كان عندي كمية mixed feelings في التخرج بتاعي، لكن أنا فاكرة إن ولا feeling منهم كان feeling حزن at all، ولا كان في أي نوع من أنواع النيجاتيف feelings. بالعكس، ده أنا كنت يعني كلنا عامة بنبقى مستنيين اللحظة دي. أنا كبسنت in general لو دفعتولي إيه، لو مرتبي الأسبوعي كان $1,000,000 أنا مش راجعة الجامعة مش عشان هي وحشة، بس أنا genuinely يعني انا يعني مش انا حابه حياتي دلوقتي. خلينا نقولها بالاسلوب ده، ان انا حابه حياتي اكتر دلوقتي مش اكتر. يعني انا شايفه شكلي احلى بكتير، انا هيلثير بكتير، الناس اللي حواليا احلى بكتير، انضج بكتير، اكسبيرينس مختلفه. سبيشالي ان انا الكليه ما كنتش داخلها عن يعني يعني كانت جواز صالونات شويه، ما كانش جواز عن حب. ما كناش بنكره بعض، كنا بنحب بعض عادي وكل حاجه، بس كنا اللي هو ايه متوافقين قوي مع بعض، بس اللي هو ايه لو جات لنا فرصه ان احنا نسيب بعض هنسيب. وده اللي حصل فعلا. انا لما جات لي فرصه ان انا اتطلقت من المجال. ودي حاجه انا I never expected ان انا اعملها في حياتي كلها. انا كنت ماشيه على الخط المعروف لكليتي. طيب اللي ما يعرفش، انا اتخرجت من كليه طب اسنان واشتغلت وعملت زماله وعملت يعني انا كنت ماشيه عادي جدا في طريقي، وبعد كده فجاه قلت أرفوار. حسيت اللي هو ما تيجي نتطلق يا اسطى، وهو الاسطى بتاعي وافق عادي. لحظه التخرج طبعا عمري ما هنسى اليوم ده، ولكن لحظه التخرج كان بالنسبه لي اللي هو انا خلصت ولا ايه؟ في اي مجال طبي لا انت ما خلصتش. خلينا صراحه، في اي مجال طبي لا انت ما خلصتش، انت لسه عندك حاجات كتير تعملها. فانت يعني الكاب اند جاون ده هتلبسه كتير unless لو انت مش عايز تكمل دراستك، بس هتلبسه. باي ذا واي، انا بدات ماجستير بس مش في المجال، انا عملت كارير شيفت في مجال علم النفس دلوقتي، فان شاء الله ان شاء الله انا هلبس الكاب اند جاون السنه دي. لكن خلينا نروح في الجامعه، لان الماجستير دي حاجه اختياريه شويه، الله اعلم برضه، الا لو انت برضه في مجال طبي ناس كتير بتحس اللي هو انا خلاص انا I did it، انا عملتها، انا خلاص يلا باي باي. لكن ناس كتير قوي بتحس بالعكس، بتحس بلخبطه، بتحس بخوف، بتحس بقلق، وفي ناس كتير قوي بتحس بوحده، لان بجد الجامعه فعلا بتاخد وقت كبير، وبيبقى حوالينا ناس كتير، يعني experiences بتبقى مختلفه جدا سبيشالي في العلاقات ومع الناس. الجامعه مرحله مختلفه تماما عن الحياه ما بعد والحياه ما قبل الجامعه، بجد مرحله مختلفه تماما. الجامعه فعلا اي حد قبل ما اخش الجامعه كلهم قالوا لي نفس الجمله، قالوا لي بسنت الجامعه هتشقلبك for some reason you don't know why. فالجامعه فعلا بتشقلب البني ادم، سبيشالي ان انا شخص سوشيبل جدا، قشطه، بحب اجرب هنا، اروح اعمل هنا، مش عارف ايه. من ساعه ما دخلت الجامعه كنت بدخل كلوبز، بصاحب ناس كتير، بخرج، بسافر، بروح، بعمل، يعني كان هدف في الجامعه ان انا to make the best out of it. وعندي الصراحه ميموريز كتير حلوه جدا في الجامعه، وعندي ميموريز وحشه قوي في الجامعه، فانا عندي ميكس اوف بوث، ولكن still I won't go back. الفكره بقى في ايه من بعد ما بنتخرج؟ انا شايفاها في الجيل الجديد اللي بعدي بقى، ماشي، الاستعجال ده اللي انا بدات اشوفه واحسه، ماشي، وطريقه كلامهم الاستعجال. وقت لما انا اتخرجت كان في سوشيال ميديا، انا اصلا بدات بعد تخرجي بسنه، ولكن انا حاسه ان هي ما كانتش بالانتنسيتي بتاعه دلوقتي، والافكتفنس والانفلونس بتاعه السوشيال ميديا دلوقتي على دماغ الناس كتيره وتقيله. ما كانش عندي انا البار ده،
موجود، كنت بحب السوشيال ميديا جدا وكنت بحب اشير لحظاتي وكده، بس التأثير ما كانش بالاسلوب زي الجيل بتاع دلوقتي. ففي مقارنات كتير قوي، في استعجال كتير قوي، في تقريبا الاهداف بقت كلها متشابهه which is actually sad. لان انا بحس ان لو انا اهدافي متشابهه مع ناس كتير قوي، ده معناها ان it's either I'm trying to fit in او انا مش منتميه لحاجه. I realized برضو ان احنا بناخد من نفسنا حق التلطيش، حق ان احنا نتلطش ونلطش ونجرب ونتجرب. I think ده حق كل حد محتاجه especially في أول عشريناته. الحياة بعد التخرج من أكبر التحولات العاطفية اللي بتحصل بعد تقريبا البيوبرتي، البلوغ. ولكن خلينا النهاردة نتكلم أكتر نفسيا على إيه اللي بيحصل وإزاي شوية نعرف نتخطى ده من وجهة نظري ومن وجهة نظر العلم. هقول لكم الأسئلة الكومن اللي دايما بسمعها: ليه الحياة بعد التخرج بنحس إن هي فاضية؟ واحدة من أغرب الحاجات اللي في التخرج هي إن إحنا بنقضي سنين كتير قوي بنتسلق لحاجة معينة، زي ديدلاينز، تسليمات، امتحانات، كويزز، ميد تيرمز، اهداف، اوردرز معينه، اورجانيزيشنز معينه، نظام معين. حياتي كلها بتبقى مبنيه بس حوالين الترم الجاي، الماده الجايه، الميد تيرم الجاي، الفاينل اكزام الجاي، المرحله الجايه اللي هو بيبقى السنه الجايه. واحنا ما بنقعدش مثلا شهر ولا شهرين ولا حتى 10 شهور في السيستم ده، احنا بنقعد سنين، مينيمم 4 سنين مذاكره، امتحانات، سمر فيكيشن، رجوع، مذاكره، امتحانات، سمر فيكيشن. ده لو احنا في نورمال. في ناس بتعيد حاجات في السمر، في ناس بتاخد كمان. فاحنا قعدنا مينيمم 4 سنين، لان اقل عدد كليات تبقى 4 سنين، وبقى عندك بقى فيما فوق كليات الطب 5 سنين وواحده امتياز. فانا قعدت تقريبا 6 سنين على نظام معين. وفجاه بعد اخر يوم ليا في الجامعه، وما كانش على فكره ده كان يوم التخرج، كان تقريبا يوم اللي استلمت فيه ورق امتياز وخلصت كل حاجه امتياز واخدت تصريح مزاوله المهنه. وفجاه بنصحى الصبح نلاقي كل ده خلص. بنلبس كاب اند جاون، لبس احنا مش متعودين ان احنا نلبسه كل يوم واحنا رايحين الجامعه، او بنلبس البلاطي بتاعتنا بس ما بنروحش الجامعه، بقى بنروح حته تانية. فجاه كل ده خلص، كل ده انتهى. مفيش ترم جاي، مفيش ماده جايه، مفيش نفس الناس. حتى لو عملت ماجستير او دكتوراه مش هيبقى مع نفس الناس، ممكن ما يبقاش في نفس الجامعه. فيبتدي عقلي يقول لي اللي هو ثانيه واحده، فين الخريطه، فين البلان اللي احنا ماشيين فين ده، في ايه اللي بيحصل. ليتس كونسيدر برضو الناس اللي بياخدوا 1 year gap، او ليتس كونسيدر الناس اللي بيدرسوا كمان بره او مغتربين. المرحله دي من الحياه اسمها فجوه الانتقال. البيئه بتاعه الجامعه المفروض ان هي بتبقى بيئه منظمه، مش منظمه ان هي اورجانايزد، لا، بيبقى في سيستم محطوط، وبعد ما السيستم ده بيطير فجأة بيحصل شوية اهتزاز أو بنحس بفراغ. وكمان في منا كتير بيحسوا بعدم أمان. ليه؟ لأن أي نظام بيخلق توقع، والمخ بيكون أهدى مع البريدكتابيليتي. فبالتالي لما بنتخرج مش بس احنا بنحتفل بالتخرج، احنا بنخسر الجزء ده من التوقع مننا، ما بنبقاش واخدين بالنا ان احنا ممكن نكون بنعيش شوية حالة حزن على نسخة من حياتي كان كل حاجة فيها متخططة. تاني حاجة بيحصل لتقريبا أغلبياتنا أو ما كانش كلنا identity crisis، أزمة الهوية اللي بتحصل لنا. ودي من أكتر الحاجات الصعبة، وعلى فكرة ما بتحصلش دايما بعد التخرج على طول، ممكن تحصل بعد كام سنة من التخرج. أنا حصلت وأنا عندي 28 سنة، أنا اتخرجت 23، وحصلت وانا عندي 28 سنه. بجد من اصعب الحاجات اللي حصلت لي هي الايدنتيتي كرايسيس. نهايه الجامعه احنا مش بس بننهي دراسه، احنا كمان بننهي هويه، بننهي جزء، بننهي نسخه او ايدنتيتي متعرفه بس على الجزء بتاع الاديوكيشن. حتى بطاقتنا ما بيبقاش مكتوب عليها طالبه انيمور. انا ببقى شغاله على حاجه او شغاله في مكان، انا ليا مكان معين، انا ليا مكان، انا ليا ايدنتيتي معينه، وببتدي بقى اتعلم من اول وجديد في عالم تاني خالص، هو عالم الحياه والشغل او البيزنس او ان انا اون something او السفر، او عالم مختلف تماما. عالم فيه شويه فريدم لبعض الناس، فيه فعلا فريدم وفي كنترول، ولكن في ريسكس كتير. وابتدي اسال نفسي هو انا مين دلوقتي؟ السؤال ده تقريبا كلنا سالناه لنفسنا، اللي هو انا مين دلوقتي. وعشان كده ناس كتير قوي بجد بيجي لها انهيار عاطفي بعد الجامعه، لان احساسي دايما كان مربوط وقت الجامعه بحاله تقدم. انا بعمل حاجه بخلصها، بتقدم للسنه اللي بعدها، بكبر بكبر بكبر. فجاه هنا وقفت، ما وقفتش على ان انا اكبر، انا ايه المرحله اللي المفروض اعملها؟ الفكره بقى ان ناس كتير قوي بتفكر في المرحله دي اللي هو انا كده فشلت في ايه؟ في ايه؟ هو احنا عملنا، احنا لحقنا، انا لسه عامله كده. هفشل في ايه؟ انا ما اعرفش اصلا انا في حضرتك، انا ما اعرفش انا مين، انا ما اعرفش انا فين اصلا عشان افشل. مش عارفه. لا، احنا بنبقى قاسيين جدا على نفسنا بعد التخرج، علشان بيبقى فيه expectations بنت كلب excuse my French علينا وعلى نفسنا وعلى اختياراتنا وعلى مستقبلنا، واكن المفروض يكون في خط مستقيم بس هو اللي نمشي عليه. الفكره بقى ان اولا الخط ده ما بيبقاش باين اصلا،
مبدئيا يعني مش عارفين اصلا ده ايه ومش عارفين المجال ايه. في ناس ما عندهاش بريفيليج الجايدنس، وفي ناس كان عندها بريفيليج الجايدنس عادي جدا. وكنت عملت سيريز على الكارير شيفتنج، هتلاقوها على الانستجرام. اول نصيحه قلتها وقدمتها، هو تقريبا السيريز مكونه من 4 فيديوهات، اللي معاه بريفيليج او معاه ادفانتج معينه في حياته يستغلها. معاك فلوس استغلها يا اسطى، معاك واسطه استغلها، معاك اي حاجه استغلها لحياتك، علشان دي بيبقى نوع من انواع، انا شايفاه بشوفه رزق، بشوفه نوع من انواع الجايدنس والرزق. ومش كل الناس بتبقى معاها نفس الحاجه، ومش كل الناس بيبقى معاها نفس الجايدنس او الرزق او الناس او الجراءه او الفلوس او النوليدج او الهوايه او التالنت او اي حاجه توصلها from point A to point B. فلو معاكوا حاجه معينه مميزه عن غيركم استغلوها. وده يجيبنا للجزء الثالث بتاع ان احنا لازم نكون عارفين كل حاجه. هو انا اصلا ما كنتش عارفه الحاجه اللي كنت بدرسها مبدئيا، يعني صباح الخير، انا كنت بنجح بالعافيه في الجامعه. فاحنا ده فاكت ان انا اكون عارفه حاجه بره اللي انا بنجحه بالعافيه في الجامعه، ده بصراحه استهتار عاطفي جدا منكم. يعني وضغط ايه ده في ايه. وخلينا اكون صريحه معاكم، العالم بيتعامل مع التخرج كانه خط نهايه. ليه؟ ليه يا اسطى؟ او خط بدايه لحاجه مش معروفه ومش مفهومه. مفيش حد المفروض يكون فاهم قوي ايه اللي بيحصل في حياته يعني وهو لسه كتكوت 20 سنه. مش كلنا we figure things out في المرحله دي، لكن في ناس they do actually figure things out عادي جدا. ولكن انا still even if you figure things out، انا شايفه ان برضو من وجهه نظري خدوا تجارب، خدوا تجربه. لو حد عنده القدره ان هو يسافر يعمل اي حاجه يسافر، لو حد عنده تجربه ان هو يشتغل شغلانه جنب شغلانته او شغلانه غير شغلانته يجرب يشوف نفسه، لو حد عنده مقدره ان هو يشتغل على الهوبيز بتاعته، على الباشن بتاعه، especially لو حد ما درس الباشن بتاعه it's going to be really hard بعد التخرج. علشان انا genuinely مش عارفه، انا قلبي في حته لكن عقلي وجسمي في حته تانية، علشان تم غصبي على الحته التانية دي. بالنسبه لي التخرج بيبقى عباره عن باب، وانا دايما بشوف ان اغلبيه الناس متوقعه من نفسها ومن اللي حواليها ان الباب ده هنعديه واحنا معانا شغل مثالي، خطه مثاليه، حياه مثاليه، جدول زمني مثالي، ولو ما عملتش كده ببتدي بقى اقارن نفسي بحد تاني. وهنا بيجي الاحلام المتشابهه. عادي طبعا في ناس شبهي وكل حاجه، اهلا وسهلا، ولكن يعني كلنا ما شاء الله عندنا نفس في ايه، بقى افكر الكل بيتقدم الا انا، الله اكبر عليهم. يعني ضغط المقارنه الاجتماعيه من اوحش الحاجات واكتر الحاجات الكومن اللي بتيجي بعد التخرج، وبتزيد قوي لان حياتي بتبقى اقل وضوح للناس. انا مثلا لو قلت انا في جامعه كذا في كليه كذا، خلاص الناس عارفه السيستم بتاعي ماشي ازاي من غير ما احكي وارغي. لكن بعد كده انت بتعملي ايه يا حبيبتي؟ والله يا طنط انا بعمل اللي عليا. I'm doing my best ويري. في الجامعه الكل ماشي في نفس الطريق تقريبا، لكن بعد التخرج كلنا في الاغلب بنتفرق، وبيكون سهل جدا تحس انك متاخر عن التاني حتى لو انت في المكان الصح ليك. and that's really important. التخرج كمان والعالم الاخر اللي بندخله، سواء كان بقى عالم الشغل، عالم الجواز، اي عالم، بيغير علاقاتي الاجتماعيه، ودي من الحاجات اللي برضو بتعمل هزه في اي بني ادم. الصداقات بتتغير، الناس بتتحرك، الجروبس فجاه بتسكت، وفجاه بنيجي نكتشف ان الحياه اكبر بكتير من الكام علاقه اللي احنا كنا عاملينهم في الجامعه. و it gets lonely في فترة كتيرة من الفترات. it gets lonely. كمان في ناس especially الناس اللي بيشتغلوا على نفسهم، الفيرجنز بتاعتهم بتتغير مع الوقت، كل شوية بيبقى في فيرجنز جديدة مختلفة. بشتغل على نفسي في حاجة معينة، سواء كنت حباها أو مش حباها، بدخل مجالات مختلفة، عندي هوبيز مختلفة، ففي كل مجال في الأغلب ممكن أعمل فيه حد شبهي في المجال ده. أكيد في ناس موجودة في حياتي من زمان، ولكن في كل مرة أنا بدخل فيها مجال بعمل علاقات مختلفة وبعمل صداقات مختلفة، بيبقى في حد عنده حاجة in common معاك. الموضوع ده على فكرة طويل قوي وانترستنج جدا، تحس ان هو محتاج أجزاء كتير، بس أنا هحاول ان أنا أعمله في جزء واحد حتى لو طويل. ولكن اللي أنا عايزة أقوله إن life after graduation مش it's not that easy، ماشي، ولكن لو أنا كبسنت بصراحة أنا حبها أكتر بكتير من الدراسة والجامعة أو كده. أنا حاسة إن أنا حرة أكتر، أنا عندي اختياراتي، انا شخص بيحب ياخد الريسك وبحب انط من فوق الجبال وابتدي اخيط جناحاتي بنفسي. and that's the whole point. انتوا فعلا بعد التخرج هتحسوا ان هو بالظبط كانكم حد زقكم من فوق جبل وانتوا مضطرين ان انتوا تخيطوا اجنحتكم بنفسكم، بس بيس سريع شويه علشان تعرفوا تطيروا. وهتطيروا عادي جدا، هتجربوا، هتغلطوا، هتفشلوا، هتنجحوا، لكن اهم حاجه ان انتوا ما تخافوش، بجد ما تخافوش من حاجه غير من اللي خلقكم. جربوا،
واغلطوا بنفسكم، خشوا وجربوا، خشوا خدوا التجربة، اتعلموا، خلي عندكم experiences، اتعلموا حاجات بسيطة من حاجات مختلفة عن مجالكم. اقروا كتب مختلفة، مش بس كتب تعليمية، اقروا جانرز مختلفة عن الكتب. ما تخافوش ان انتوا تحبوا، وسعوا دايرة علاقاتكم، حوشوا عشان تسافروا، حوشوا عشان تاخدوا experience من الحياة. انا سبيشالي ان انا طبعا عملت كارير شيفت بعد التخرج بحوالي 2.5 سنين، وفضلت 3 سنين بعد ما عملت كارير شيفت في اريا كده مش مفهومة خالص، ما كنتش عارفة انا عايزة ايه. انا genuinely انا عندي 30 سنه I just started my business. انا بدات ابقى عارفه انا عايزه ايه، وفي ناس على فكره بيعرفوا هم عايزين ايه بعدها، بعد 30 او قبل ال 30. سن ال 30 برضو ده سن انترستنج قوي. قد اكون صغيره لبعض الناس وقد اكون كبيره لبعض الناس اللي بيتفرجوا عليا، ولكن اللي انا عايزه اقوله ان تقريبا كلنا بنجتمع في تجربه الحياه، ان احنا نجرب الحياه ماشيه ازاي لينا والحاجات اللي لايقه علينا احنا كاشخاص. ما تقارنوش نفسكم بحد، اتوسل اليكم سبيشالي على السوشيال ميديا. صدقوني والله العظيم الحقيقه على السوشيال ميديا عمرها ما بتبقى كامله، وتقريبا ما بتبقاش حقيقه اصلا. ف take your time كتير، take your time كتير قوي ان انتوا تجربوا وتستكشفوا نفسكم، وما تجربوش ان انتوا ما تقولوش نفسكم لا انا كبرت على ده، لا ما كبرتوش على ده. ستايلز مختلفه في لبسكم، حتى اتعلموا، سيبوا الايجو على جنب، سيبوا الايجو على جنب، اتعلموا حاجات من ناس حتى لو اصغر منكم اتعلموا منهم، اكبر منكم اتعلموا منهم، ناس قدكم اتعلموا منهم، اتعلموا حاجات من الناس، خدوا نصايح من الناس طبعا as long as النصيحة جاية في اطار فعلا نصيحة محترمة او نصيحة educative او نقد بناء. خدوا النصايح عادي جدا، اشتغلوا على نفسكم بجد. ما بقولكوش حتى يا سيدي ما تروحوش ثيرابي، طبعا روحوا، بس لو ما حدش انترستد في ده اشتغلوا على نفسكم، reflect on yourself. احنا كلنا فينا عيوب، كلنا بلا استثناء فينا عيوب، وكلنا عندنا imperfections. we need to embrace ال imperfections دي. we need to embrace change. التغيير مخيف لأي حد في الدنيا، التغيير مخيف، لكن embrace التغيير ده. ولو في أي opportunity جت علشان تتغيروا للأحسن وتصلحوا من حاجة وتجربوا الحياة، خدوها. ولو ما لحقتوش الاوبورتيونيتي دي ما تندموش عليها. العيشة بالندم وجلد الذات وحشة بكتير، اوحش بكتير من العيشة في الفراغ. بس الحياة بعد التخرج مش سهلة، بس تتعاش عادي جدا، وفيها ايام كتير حلوة. بس دي الحياة ان جنرال، مش بس الحياة بعد التخرج، الحياة في العموم فيها ايام حلوة، فيها ايام وحشة، فيها experiences. اهم حاجة تكونوا انتوا مبسوطين من جواكوا وملكوش دعوة بحد. مش مهم الناس تشوفكوا ازاي، مهم انتوا شايفين نفسكوا ازاي. thank you very much. اشوفكم الحلقة الجاية. ما تيجوا نشرب حاجة.